بصدرين دجاج بس وبالعجينة السحرية الاقتصادية رح نعمل أكبر فطيرة عائلية طعمها كتير طيب ومميز بالعجينة قطنية وهشة وبتشهي القلب. سهلة وبسيطة، وصفة بتستحق التجربة، متأكدة كتير رح تعجبكم، لازم تجربوها. قبل ما نبلش بوصفتنا الرهيبة لليوم، حابة أقولكم إني كتير محتاجة دعمكم وخصوصا هاي الفترة. بتمنى تدعموني بلايك للفيديو، اللايك كتير مهم، والمتابعة على الصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه. وهلأ خلونا نصلي على النبي ونحضر العجين. رح أحتاج لكوب من الحليب الدافي، وهون الحليب لازم يكون عندي دافي. رح أضيف عليه معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، بحركهم مع بعض كتير منيح. وهون كتير مهم وضروري أتأكد إنه الخميرة عم بتطلع عندي شوية فقاعات، لأنه هاي الفقاعات هي اللي بتأكد لي إنه الخميرة فعالة عندي. بعد ما أحركهم بغطيهم وبتركهم ربع ساعة لحتى يتفاعلوا كتير منيح. ولاحظوا هلأ بعد ربع ساعة كيف صار عندي الخليط. مباشرة بنقله على العجانة، ولو مو متوفر عنا عجانة ما في أي مشكلة، بنقله على صحن كبير وبضيف عليه ربع كوب من الزيت النباتي. بتحبوا بتقدروا تضيفوا زيت الزيتون، بس أنا بفضل الزيت النباتي لهاي العجينة. وكمان رح أضيف هلأ ربع كوب من اللبن. طبعا اللبن أو الياغورت أو الزبادي لازم يكون عندي بدرجة حرارة المطبخ. وهلأ رح أضيف الطحين. بالنسبة للطحين رح أحتاج من 3 أكواب ل4 أكواب من الطحين. أنا على نوع الطحين يلي متوفر عندي استخدمت 3 أكواب كبار، وطبعا نخلتهم كتير منيح وضفت لهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من الملح. وهلأ رح أعجنهم مع بعض كتير منيح لمدة ما بتقل عن 10 دقايق. ولو بدي أعجنهم على إيدي بعجنهم تقريبا ربع ساعة لحتى تصير عندي عجينة متماسكة ما بتلزق بالإيد وبنفس الوقت طرية. وهلأ رح أجيب صحن كبير ورح أدهنه بشوية صغيرة من الزيت النباتي، ورح أضيف عليه العجينة بعد ما ألمها من العجانة. لاحظوا ما شاء الله قد إيه العجينة طرية وشكلها بشهي القلب. هلأ رح أدهن وجهها بشوية كمان من الزيت النباتي عشان ما تنشف، وبغلفها بالنايلون وبتركها لحتى ترتاح لمدة ساعة. وبهذا الوقت رح أعمل الحشوة. بمقلع على النار رح أضيف 3 معالق كبار من الزيت النباتي، بنزل عليهم بصل كبيرة مفرومة وسط. وبس تدبل عندي البصل شوي رح أضيف صدرين كبار من الدجاج قطعتهم بهذا الحجم. بقلب الصدور شوي ليتغير عندي لونهم. طبعا كانت عندي درجة حرارة النار مرتفعة. وبضيف البهارات. احتجت لمعلقة صغيرة من الثوم الباودر والبصل الباودر، البابريكا وبهارات الكاجن، معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هلا حابة أذكركم وأقولكم لو ما عملتوا لايك للفيديو بتمنى ما تنسوني من دعمكم. اللايك كتير مهم لدعم الصفحة واستمرارها. هلا رح أضيف الخضروات. رح أحتاج لحبة من الفلفل الرومي الأحمر والأخضر والأصفر. هون أنا قطعتهم لمكعبات حجمهم متوسط، وبس دبلوا عندي شوي ضفت عليهم نص علبة من الفطر، وكمان رح أضيف عليهم علبة من الذرة الحلوة. رح أقلبهم دقيقتين ل3، وهيك بترك الخليط على جنب لحتى يبرد وبنتقل للعجينة. وبعد ما تركت العجينة عندي ترتاح لمدة ساعة، لاحظوا ما شاء الله كيف تضاعف عندي حجمها. جد ما بتتخيلوا هاي العجينة قد ايه رهيبة، بستخدمها لكل أنواع المعجنات ومن 10 سنين ما بعمل غيرها. رح آخذ العجينة وألمها ورح أنزلها على سطح راشة عليه شوية من الطحين، ورح أقسمها لقسمين. وهلأ رح أكور القطعتين، ورح آخذ أول قطعة وأبدأ برقها. رح أرقها بشكل طولي أو مستطيل، لأنه رح أستخدم صينية مستطيلة. طبعا لو عندكم صينية دائرية رقوها بشكل دائري. وهلأ رح أنزل أول جزء رقيته على صينية مدهونة بشوية من الزيت النباتي، ورح أرتبها بهذا الشكل، ورح أرفع شوية من الأطراف. وهلأ خلطة الدجاج بالخضار يلي حضرتها رح أنزلها كاملة على الصينية أو على العجينة. تابعيني الحلوين، خبروني من أي بلد بتتابعوني، كتير بحب أتعرف عليكم وأكون على تواصل دائم معاكم. واكتبوا لي بالتعليقات قد ايه بتعطوا هالوصفة من 10. بصراحة أنا بعطيها 10 من 10 لأنها كتير كتير طيبة. بعد ما عملت أول طبقة من العجين وضفت عليها الخضروات، رقيت القطعة الثانية من العجينة وضفتها على الصينية ورتبتها بهذا الشكل. سكرت الأطراف كتير منيح، وهلأ بالشوكة رح أعمل شوية ثقوب بالشكل يلي عم بتشوفوه، ورح أشكل العجينة أو الفطيرة بهاي الطريقة. وبعد هيك رح أحتاج هلأ لشوية من جبنة الموزاريلا. لو مو متوفرة عندكم تقدروا تستغنوا عنها، بس ما بتتخيلوا قديش إضافتها رح تعطيكم طعمة أطيب. وكمان بتقدروا تضيفوها فوق خلطة الدجاج قبل ما تسكروا العجينة أو الطبقة الثانية من العجينة. هلا رح أدهن الفطيرة بشوية من الحليب مع نقطة صغيرة من النسكافيه ليعطينا لون حلو، ورح أزينها بحبة البركة بهاي الطريقة. وهلا بدخلها على فرن محمى قبل بوقت على الرف الوسط على درجة حرارة 180. رح تاخد تقريبا معي نص ساعة أو 25 دقيقة حسب نوع الفرن. بس
تحمرت عندي الأطراف، حمرتها من الوش وقدمتها. ما بتتخيلوا قد إيه طيبة، لازم تجربوها، كتير كتير رح تعجبكم. وصفتي لليوم بتكون خلصت، بتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوني من دعمكم ومن صالح دعائكم، وصحتين وعافية على قلبكم يا رب مقدما.